لقد علمني الحكماء أن الشخص العادي تجول بذهنه في اليوم العادي ما يربو عن 60,000 فكرة، ولكن ما أذهلني حقا هو أن 95% من هذه الأفكار هي نفسها الأفكار التي جالت بذهنه في اليوم السالف. فسألته مندهشا: هل أنت جد؟ كل الجد. هذا هو استبداد التفكير العميق. فهؤلاء الأشخاص الذين تجول بعقولهم نفس الأفكار يوميا وأغلبها سلبية سقطوا فريسة لعادات عقلية سيئة، فبدلا من التركيز على كل الخير الذي يملأ حياتهم والتفكير في سبيل لتحسين الأمر أكثر مما هي عليه، يكبرون بأصفاد الماضي. فبعضهم يفكر في العلاقات الفاشلة أو المشاكل المالية بينما ينتاب القلق. البعض الآخر حول طفولتهم التعسة، والبعض الثالث يهتم بتفكيره في أشياء أدنى، كالطريقة التي كان من الممكن أن يعاملهم بها العامل بالمحل، أو تعليق زميل العمل الذي كان مشوبا بالنوايا الخبيثة. إن الأشخاص الذين يديرون عقولهم بهذا الشكل يسمحون للقلق بأن يسلبهم قوة الحياة، فهم يسدون الطريق أمام الإمكانات الهائلة لعقولهم التي يمكنهم أن تصنع المعجزات في حياتهم كما يشاءون، سواء عاطفيا أو بدنيا أو حتى روحانيا. وهؤلاء الأشخاص لا يدركون قط أن العقل هو جوهرة إدارة الحياة، والطريقة التي تفكر بها تنبع من العادات. هذه ببساطة ما أريد أن أقول.